نطلع بسرعة على أستراليا علشان نشوف الهامرسلي بيسن. في الفترة دي كانت الظروف البيئية مميزة، والحديد كان بيتراكم في قاع البحار القديمة، وكان بيكون من أكاسيد الحديد اللي ناتجة عن التفاعلات الكيماوية في مية البحر. ومع مرور الوقت اترسبت طبقات ضخمة من الحديد في القاع. المناطق دي بتعتبر من أهم مصادر الحديد النهارده، يعني لو كنت عايز تفتح مصنع حديد المكان ده كان فيه كل حاجة ممكن تحتاجها. نرجع تاني جنوب أفريقيا عند الترانسفال بيسن اللي كان غني بالحديد. الرواسب هنا اتشكلت بشكل مشابه للهامرسلي بيسن، ولكن بمعدلات تفاعل مختلفه شويه. العمليات الجيولوجيه هنا كان فيها نشاطات بركانيه وبحريه ساعدت في تكوين طبقات الحديد المهم. بسرعه نروح على كندا عند الابيتيبي جرينستون بيلت اللي كان مسرح لتكوين رواسب النيكل والكوماتايت. الصخور البركانيه القديمه دي كانت مليانه بالمعادن، تعتبر واحده من اقدم الصخور البركانيه على وجه الارض. النيكل كان بيتكون من التفاعلات الجيولوجيه في اعماق الارض، والكوماتايت كان بيحتوي على نسبه عاليه من المعادن التقيله. برضو لو لفينا لفه ورحنا على كمالدا ديستريكت في استراليا هنلاقي رواسب النيكل والكوماتايت. الصخور دي بتحكي قصه كوكبنا من زمن بعيد، لما كان كل بركان بينفجر بيطلع لنا حاجه جديده. الدنيا تقل بركتها.